ازاي تحب القرايه؟ ابدأ بالكتب البسيطة السهلة واللي صفحاتها قليلة زي الروايات القصيرة مثلا. قبل ما تشتري الكتاب اقرا المقدمة والفهرس. عادة فكرة الكتاب بتبقى مكتوبة على ظهر الغلاف. اقرا الأول شوف هيشدك ولا لا. اختار مكان مناسب للقراية سواء في البيت أو بره البيت. ظلل الجمل اللي لمست روحك علشان دي اللي انت طلعت بيها من الكتاب. اللي بيعتبر قراية الكتاب للآخر إنجاز وهيديله سعادة فهو موهوم، لأن ده مش منهج دراسي ولا حاجة انت مجبر عليها. اللي بيضغط على نفسه علشان يكمل كتاب هيكره القرايه. حاول يبقى عندك اصحاب بيحبوا القرايه. ممكن تدخل على جروبس ومواقع ناس بتحب القرايه فيها، تعرف رايهم، تعرف الجديد، تتناقشوا مع بعض. لو ما بتعرفش تركز وتقعد تقرا كتاب كامل اسمعه. في ابلكيشنز كتير بتقدم كتب مسموعه، او خليك هنا في فيروز بلس انا هلخصها لك وهرشح لك كتب كمان. لخصت لك نصايح عبد الله المغلوث من كتاب غدا اجمل. ها، بتحبوا القرايه ولا لا؟ قولوا لي في الكومنت.